يعطيكم العافية أحبائي المشاهدين. اليوم إن شاء الله بيساوي لكم أكلة حلا باردة، هي طبقات المهلبية مع البسكويت. هلا عندي لتر من المي أو لتر من الحليب، كمية سكر حسب رغبتكم، 3 معالق كبيرة من النشا، وعندي هون حليب بودرة 5 معالق كبيرة من الحليب البودرة، وعندنا معلقتين كبار من جوز الهند، وعندي معلقتين كبار من الكاكاو، وعندي علبة من البسكويت. هلا اخواتي بسم الله نبلش بالطريقة. هلا بنضيف كمية المي لتر، طبعا على البارد. بنضيف كمية الحليب، بنضيف جوز الهند، 3 معالق كبيرة من النشا. هلا هون بنحركهم على البارد. بنضيف السكر، طبعا كمية السكر حسب رغبتكم. هلا هون اخواتي نحركهم منيح لحتى يذوب عنا منيح النشا، بنرفعهم على الغاز. هلا هون رفعناهم على الغاز، هلا بنضل بنحرك لحتى عنا يغلي المزيج ويتجانس. هلا هون اخواتي انا رجعت ضفت لهم معلقة صغيرة من النشا لحتى صاروا عنا بهذا القوام. طبعا بنتركهم يغلوا تقريبا 5 دقايق، طبعا مع الاستمرار بالتحريك بهذا الشكل لحتى يصير عنا الخليط جاهز. هلا هون بعد ما تجانس عنا الخليط مثل ما شايفين، هلا نسكبهم بالزبادي. بسم الله. طبعا نسكب نص الكمية. هلا اللي ما بيحب الكاكاو اخواتي في ساوي فانيليا لحالها بهذا الشكل. خلص اخواتي ان شاء الله الكمية كلها بنرجع. هلا هون ذوبنا كمية الكاكاو مع معلقتين كبار من المي المغلية، ندوبهم لحتى يتجانسوا عنا مثل ما شايفين، بعدين بنضيفهم على باقي الخليط. هلا هون انا تركتهم اخواتي نص ساعة تقريبا بالفريزر لحتى عنا مثل ما شايفين تماسكوا. هلا بنضيف البسكوت بهذا الشكل. هلا اخواتي بنضيف الطبقة الثانية، طبعا انا غطيتهم مشان ما يجمد عنا الخليط بهذا الشكل. هلا هون اخواتي بعد ما خلصنا، هلا بنخليهم تقريبا ساعة بالفريزر، وان شاء الله يكونوا جاهزين عنا. هلا هون اخواتي بعد ما بردوا عنا، طبعا نزينهم بالزينة اللي ترغبوها. انا عندي جوز هند بهذا الشكل، عندي فرماسة، طبعا فيكم تستغنوا عنه. وبهيك اخواتي صارت عنا وصفتنا جاهزة، ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم. واذا عجبتكم وصفتي لا تنسوني بالاشتراكات والاعجابات. الف صحة وهنا.